مساء الفل عليكم، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن إحصائيات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، وإن شاء الله كل جولة تنتهي هقدم لكم فيديو عن إحصائيات كل جولة بالأرقام والأرقام الغريبة اللي حصلت في كل جولة من جولات الدوري، أو الأرقام المهمة، الأرقام الطريفة هنستعرضها مع بعض. نبدأ إحصائيات الجولة الأولى للدوري. أول مباراة معانا مباراة سموحة مع طلائع الجيش، وفيها رقم غريب جدا. الهاني سليمان حارس مرمى سموحة دخل فيه الهدف رقم 501 في تاريخه مع كرة القدم. هاني سليمان دخل فيه 501 هدف. قبل مباراة طلائع الجيش كان دخل فيه 500 هدف. دلوقتي ده الهدف رقم 501. 501 هدف في 412 ماتش. يمكن هاني سليمان قرب يحقق رقم قياسي سلبي، ان يكون اكتر حارس مرمى في التاريخ دخل فيه اهداف مع الفرق المصرية. يمكن الرقم حاليا باسم محمد عبد المنصف أوسا، دخل فيه 512 هدف في 460 مباراة. الهاني سليمان دخل فيه 501 هدف في 412 مباراة، يعني الهاني فاضل له 11 هدف لو دخلوا فيه يعادل رقم عبد المنصف، أو 12 هدف ويبقى أكتر حارس مرمى دخل فيه أهداف في التاريخ مع الفرق المصرية. طيب نروح للماتش اللي بعد كده، مباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا. يمكن مباراة الزمالك مع سيراميكا ما فيهاش ارقام كتيرة. كان عندنا اول حاجة طبعا الفلسطيني ادم كايد، عمل اول اسيست ليه مع الزمالك في اول مشاركة ليه رسمية مع الفريق الابيض. بعد نزوله يمكن كبديل قدر يعمل اسيست الهدف الاول لناصر ماهر. الرقم الثاني عندنا مهم جدا، عبد الله السعيد. عبد الله السعيد طبعا بيواصل تحطيم الارقام القياسية في الملاعب المصرية في كرة القدم. يمكن عبد الله لاعب المباراة دي عمره 40 سنة وشهر. عبد الله اصبح تاسع اكبر لاعب في القرن ال21 من حيث السن في بطولة الدوري المصري. يمكن عبد الله بعد المباراة دي تخطى اثنين لعيبة، تخطى صلاح امين طبعا المهاجم الشهير، كان اكبر لاعب ماتش لعبه كان عنده 39 سنة و11 شهر. ومحمد صبحي حارس مرمى الاسماعيلي كان عنده 40 سنة. دلوقتي عبد الله السعيد لاعب بقى عنده 40 سنة وشهر، واصبح تاسع اكبر لاعب في تاريخ الدوري المصري، يمكن في القرن ال21 تحديدا يشارك في المباريات. طيب نروح لمباراة الأهلي مع مودرن سبورت، ودي فيها أرقام كتيرة جدا بقى قياسية مهمة نستعرضها مع بعض. يمكن أحمد مصطفى زيزو أول مباراة ليه مع النادي الأهلي في الدوري بيعمل 2 أسيست، طبعا صنع الهدفين في المباراة. يمكن زيزو مع الزمالك أول ما اتنقل الزمالك قعد أول 13 مباراة كان ساهم في هدف وحيد فقط، كان صناعة هدف. لكن مع الأهلي في أول مباراة في الدوري على طول صنع هدفين، ده بيبين تفوق كبير جدا لزيزو مع الأهلي عن ما كان موجود في الزمالك. طيب اللاعب الثاني هو ياسين مرعي. ياسين مرعي اول مباراه رسميه ليه مع النادي الاهلي في تاريخه، وسجل هدف. يمكن في 90 هدف اول في 90 دقيقه سجل اول هدف. ياسين قبل كده لعب 64 مباراه، 64 مباراه في تاريخه مع الزمالك ومع فاركو، لعب فيهم تقريبا 5000 دقيقه لعبه، ما سجلش غير هدفين فقط. يعني في 64 مباراه سجل هدفين في 5000 دقيقه. في اول مباراه مع النادي الاهلي في 90 دقيقه بيسجل هدف، وده طبعا بدايه رائعه جدا لياسين مرعي مع النادي الاهلي. طيب النادي الاهلي في المباراه دي يمكن سجل هدفين، الهدفين سواء صناعه او تسجيل من لعيبه الزمالك السابقين. يعني عندنا هدف سجله احمد رضا كان بيلعب في الزمالك، هدف سجله ياسين مرعي كان بيلعب في الزمالك، والاثنين اسيست لزيزو وبرده كان لاعب في الزمالك. نروح لرقم سلبي شويه لخوسيه ريبيرو. ريبيرو مع النادي الاهلي لعب 4 ماتشات رسميه ما كسبش ولا مباراه. يمكن من النوادر ان مدرب يتولى تدريب الاهلي يبدا 4 مباريات بدون تحقيق اي فوز، 3 تعادلات وهزيمه. يمكن سواء مباريات كاس العالم للانديه، يمكن عندنا تعادل انتر ميامي، تعادل بورتو، وتعادل مع مودرن سبورت، وهزيمه طبعا امام بالميراس. وفي ال4 ماتشات دول الاهلي دخل فيه 8 اهداف، يعني بيلعب 4 ماتشات الاهلي دخل فيه 8 اهداف بمعدل هدفين في كل مباراه. ده طبعا معدل صعب جدا للنادي الاهلي. نروح الناحيه الثانيه بقى، المدير الفني الناحيه الثانيه مجدي عبد العاطي. مجدي عبد العاطي حقق اول تعادل ليه في تاريخه كمدرب مع النادي الاهلي في سادس مباراه. يمكن مجدي قبل كده كان لاعب 5 ماتشات قدام النادي الاهلي كان خسرهم كلهم، لعب ماتش مع اسوان، ماتش مع فاركو، و3 ماتشات مع زد، الخمسه كانوا 5 هزائم. اول مره يتعادل مع النادي الاهلي ويخرج بقى من الهزائم مجدي عبد العاطي في مباراه مودرن مع الاهلي. عندنا رقم قياسي مهم جدا لحسام حسن مهاجم مودرن سبورت. حسام بيسجل اول هدف مع مودرن سبورت بعد 14 مباراه. يمكن بقى له 14 مباراه لعب 1150 دقيقه ما سجلش ولا هدف مع فريق مودرن، ده اول هدف بتيشيرت مودرن، وجابه طبعا هدف مهم جدا فريقه السابق في مرمى النادي الاهلي. حسام حسن كمان الهدف ده رفع رصيده ل 72 هدف في بطوله الدوري الممتاز، عشان يتساوى مع كابتن عبد الحميد بسيوني صاحب نفس رصيد 72 هدف، وتفوق على شحت نجم الاسماعيلي السابق اللي سجل 71 هدف في الدوري، واحمد رؤوف مهاجم الاهلي والانبي السابق اللي برضه كان سجل 71 هدف. نرجع لزيزو مره ثانيه، ورقمين مهمين جدا لزيزو. اول حاجه زيزو كعبه عالي جدا على فريق مودرن سبورت اللي هو كان فريق فيوتشر سابقا. فريق مودرن هو اكتر فريق نجح زيزو في تسجيل اهداف في مرماه، سجل في مرماه 6 اهداف.
ومودرن كمان هو اكتر فريق نجح زيزو في صناعه اهداف في مرماه، عمل 6 اسيست، يعني هو اكتر نادي سجل فيه واكتر نادي صنع فيه في كل الفرق اللي لعبها. يعني زيزو في 12 مباراه امام مودرن سبورت ساهم في 12 هدف، 6 تسجيل و6 صناعه. رقم تاني مهم عن زيزو، زيزو رفع رصيده من صناعه الاهداف في الدوري ل 46 اسيست، صنع 46 هدف، تفوق على علي معلول اللي كان صنع 44 هدف مع النادي الاهلي، واصبح زيزو هو تاسع اكتر لاعب يصنع اهداف في الدوري الممتاز في القرن ال21. نروح سريعا لمباراه مع بيراميدز مع وادي دجله، ودي يمكن فيها ظاهره رقميه غريبه شويه. يمكن في الشوط الاول وليد الكارتي لاعب خط وسط بيراميدز خد كارت اصفر في الدقيقه 11، وبعد كده اخذ كارت احمر في الدقيقه 17. طيب نروح الشوط الثاني، محمود طلعت لاعب خط وسط وادي دجله اخذ كارت اصفر في الدقيقه 11 برده من الشوط الثاني، واخذ كارت احمر في الدقيقه 17، نفس الدقيقه اللي خد فيها انذار وطرد، هم نفس الدقيقتين اللي خد فيهم انذار وطرد وليد الكارتي في الشوط الاول. بيراميدز عنده رقم سلبي، يمكن رابع موسم على التوالي بيفشل في تحقيق الفوز في اول مباراه ليه في الدوري. موسم 22 23 اول ماتش تعادل مع انبي 1-1، موسم 23 24 اول مباراه تعادل مع الزمالك 2-2، موسم الماضي 24 25 اول مباراه تعادل مع بتروجيت 1-1، والموسم الحالي اول لقاء بيتعادل مع وادي دجله سلبيا بدون اهداف. طيب حصاد الجوله الاولى اجمالا يمكن اتلعب 10 ماتشات، منهم 6 تعادلات واربع انتصارات فقط. الست تعادلات دول منهم 4 تعادلات سلبيه و2 تعادل ايجابي. الاربع انتصارات كان ليهم 3 انتصارات للضيوف، يعني الزمالك فاز على سيراميكا، زد فاز على المقاولين العرب، الجونه فاز على كهرباء الاسماعيليه، كل دول خارج ملعبهم. فوز واحد فقط لاصحاب الارض كان للمصري على الاتحاد السكندري. الجوله الاولى شهدت 15 هدف بمعدل 1.5 هدف في المباراه الواحده، وده يعتبر معدل قليل. ال 15 هدف دول سجلهم 11 لاعب مصري وثلاث محترفين فقط، ثلاث محترفين منهم الجزائري دغموم لاعب المصري سجل هدفين، السنغالي بابا بادجي لاعب سموحه سجل هدف في طلائع الجيش، والاردني غيث المدحه سجل هدف لطلائع الجيش في مرمى سموحه. الجوله الاولى شهدت 4 حالات طرد، وليد الكارتي من بيراميدز، محمود طلعت وادي دجله، حسين فيصل من المصري، ومحمد عمار من الاسماعيلي. وشهدت ضربه جزاء واحده فقط اللي كانت لفريق زد امام المقاولين العرب سجلها علي جمال لالا. اكبر لاعب سنا لعب في الجوله الاولى كان نور السيد، نور السيد برضه بيعمل ارقام قياسيه، لعب مع الجونه امام كهرباء الاسماعيليه. نور السيد في المباراه دي كان عنده 41 سنه و7 شهور، وهو خامس اكبر لاعب في القرن ال21 يشارك في مباريات في الدوري الممتاز، بفرق يمكن 9 ايام فقط عن مصطفى كمال حارس المرمى السابق. يمكن خلاص بعد 9 ايام اما يلعب نور السيد هيتخطى مصطفى كمال ويصبح صاحب المركز الرابع في القائمه دي. اصغر لاعب بقى في الجوله الاولى كان لاعب اسمه محمد سمير كونتا، لاعب خط وسط الاسماعيلي، ده لاعب عنده 18 سنه و7 شهور فقط. ويمكن المفارقه او الغريب ان كونتا حصل على جائزه مان اوف ذا ماتش او افضل لاعب في المباراه، رغم ان هو اصغر لاعب سنا في الجوله الاولى بالكامل. اجمالا الهداف حتى الان عبد الرحيم دغموم طبعا من النادي المصري، هو الوحيد اللي سجل هدفين، واكثر لاعب صنع اهداف في الجوله الاولى هو احمد مصطفى زيزو من النادي الاهلي، عمل 2 اسيست. دي كانت ارقامنا للجوله الاولى للدوري، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، استنونا ان شاء الله بعد نهايه كل جوله مع ابرز ارقام واحصائيات الجولات الدوري المصري.